حبيبي come to Egypt. الحجر اللي موجود في المتحف المصري مش النسخة الأصلية. تقولي طب فين النسخة الأصلية؟ هقولك موجودة في المتحف البريطاني. تم اكتشاف حجر رشيد سنة 1799. في معلومة بيقولك إن شامبليون هو اللي اكتشف الحجر ده، بس معلومة غلط لأن شامبليون اتولد سنة 1790. طيب مين بقى اللي اكتشف الحجر ده؟ اللي اكتشف الحجر ده ضابط مهندس اسمه بير فرانسو بيشار. ده كان جندي من جنود الحملة الفرنسية في جيش نابليون، وهم بيحفروا خندق حوالين قلعة قايتباي اكتشفوا الحجر ده. طيب مين فكر موز حجر رشيد؟ شامبليون بمساعدة ناس تانية، وكان معتمد على كتب ترجع أصلها للدولة العباسية. طيب استغل شامبليون ان النص بتاع الحجر مكتوب ب3 خطوط مختلفة، فقارن بين الخط القبطي والخط الهيروغليفي، وعشان كده عرف يفك الرموز. وبالتالي فاكتشاف وفك حجر رشيد مش مجهود شامبليون لوحده. حجر رشيد مكتوب ب3 خطوط مصرية قديمة، تبدأ بالهيروغليفي، بعد كده ديموطيقي، بعد كده قبطي. الحجر ده معمول من البازلت الأسود. طيب النص اللي فيه ده مكتوب في ايه؟ اصلا الحجر ده بيرجع عهده الى بطليموس الخامس. ده كان فيه نص شكر بعته لكهنة منف علشان يشكرهم ان هم خفضوا الضرائب على المعيش. وبس كده.